السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جربوا اكتشفوا مع نوال. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. قبل ما نبدا الوصفة ديال اليوم بغيت نرحب لي زابوني جداد، مرحبا بكم معنا. نتمنى يا رب انني ديما نكون عند حسن الظن ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو القناة مع الاهل والاحباب، واللي كيزور القناة اول مرة ديروا دويرة في القناة، راه كاين العديد من الوصفات الحصرية اللي للاسف ما وصلتش لعند الناس. الا عجبكم المحتوى ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. وشكرا بزاف الناس اللي كتدعمني من البدايه، شكرا لكم على الدعم والتشجيع. اليوم جبت لكم عرضه همويه ديال تحميره الوجه ديال الناس العزاز. حضروها بكل ثقه. جوج وصفات غادي نحضروهم وغادي نقدموهم في طبق واحد، كيجيو لذاذين. التحضيرات كلهم بنانين، واخا تشوفوا الفيديو طويل راه حضرت فيه العديد من الوصفات. المهم ما غاديش نطول عليكم اكثر، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها هي الدجاج بالتغميره. انا خديت هنايا الفصوص ديال الثوم. انا شرملت الدجاج ديالي ليله قبل، يعني قبل من النهار ديال الغدا شرملته في الليل وبيته في داك الشرموله ديالو. بالنسبه للتشرميله ديال الدجاج غادي تحتاجوا فيها 5 ديال الفصوص ديال الثوم لكل دجاجه. يعني انا درت هنا 15 الفاس ديال الثوم مع نص حامضه مصيره. وهنايا للاسف العطريه راني درتها والفيديو ما كيصورش. غنعطيكم المقادير ديال كل دجاجه: معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال السكينجبير، 4 معالق ديال الخرقوم، وربع معلقه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، شعيرات ديال الزعفران الحر الا توفروا، ما توفروش ديروا الضامه ديال الزعفران الحر كتعطي شويه ديال المذاق. وكنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم. انا بالنسبه لهنايا كما كتشوفوا في الخليط راه اللون ديالو كان باهت واحد شويه، ما جاش اللون اصفر، داكشي علاش زدت واحد شويه ديال الزعفران الملون الصناعي. الا بغيتو راه ما عنده حتى دور في المذاق، فقط في اللون ديال الدجاج واللون ديال التغميره. كما كتعرفوا الطباخات في المناسبات ضروري كيستعملوا الملون الصناعي. الا ما بغيتوش تقدروا تستغنوا عليه، غير هي ما غتعطيكمش نفس النتيجه ديال اللون اللي كيكون في التغميره ديال المناسبات وديال العراسات. اذا هنايا انا ضفت شويه ديال الماء وخلطت المكونات مع بعضياتهم. تقدروا ديروا الطحانه الكهربائيه. وخديت الدجاج ديالي اللي قطعته في النص. انا الدجاج هنا راني غاسلاه قبل منقياه ومرقداه في الحامض والملحه والسكينجبير وشويه ديال الماء، وغسلته المره الثانيه وقطرته. كناخذ داك الخليط ديالي وكندهن به هاد الدجاج مزيان. تقدروا ديروا الدجاجات كاملين. بالنسبه للدجاج بالتغميره راه سبق لي وشاركت معكم طريقه مغايره على هذه اللي غادي نحضروا بها الدجاج اليوم، حتى هي ناجحه وكتجيب لذيذه بحال التغميره ديال المناسبات. غير هنا كاين شويه ديال التغييرات، خديت الوصفه على الاخت ديالي كيتجي هاد التغميره لذيذه بزاف، وجربوها انا متاكده انها غادي تنال الاعجاب ديالكم. اذا هنا كنشرمل الدجاج ديالي من جميع الجوانب. الا كان ما عندكمش الوقت وبغيتوا تحضروه في نهارو غادي تخليوه واحد الساعه حتى لساعه ونص يتشرب داك التغميره مزيان، عاد تخدموا به. غير هي النتيجه فاش كنرقدوا الدجاج ديالنا في الليل كتكون افضل. هنا خديت الكردون وكناخذ داك الجليده اللي انا حليتها على الصدر باش نقي الدجاج ديالي، وكنعاود نلصقها مزيان بالكردون باش هكا منين يطيب ليا الدجاج ويتحمر تبقى فوق منه داك الجليده ديالو. صافي. هنايا غادي نكمل الكميه اللي عندي كامله. وكما قلت لكم انا راني شرملت الدجاج في الليل، غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي اولا بلاستيكه اللي تكون نقيه بطبيعه الحال، وغادي نديرو في بلاصه بارده اولا نبيتهم في الثلاجه البليصه اللي لقيتو. غادي نمروا دابا باش نحضروا الحشوه ديال لي سيكار اللي حتى هي حضرتها قبل. عندي هنايا صدر ديال الدجاج اولا العدان اللي قطعته قطع صغيره، واحد الفلفله ونص ديال الحمراء، وواحد 4 حامضه مصيره، و3 الفصوص ديال الثوم. كنضيف لهم معلقه كبيره ديال القزبور مقطع ومعلقه كبيره ديال المعدنوس. وغادي نضيف العطريه اللي هي الملح، السكينجبير، شويه ديال الخرقوم، هي شويه اللي بزار اولا الفلفل الاسود، الكمون وتحميره اولا الفلفله حمراء. المهم غنديروا العطريه كامله. وكنضيف هنا واحد 2 معالق كبار ديال المعجون الفلفل اللي سبق لي وحضرت معكم، كيعطي واحد البنه في الحشوات. غادي تلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو. غنضيف ليهم شويه ديال زيت زيتون، وغادي نرد هذا الخليط ديالي فوق النار اللي تكون مرتفعه.
في هذا الاثناء انا راني وضعت الماء غليان، ضفتو للشعريه ديالي الصينيه. منين كنضغطو بالاصبع ديالنا هكا وكتقطع الشعريه صافي راها واجده. غادي نصفيوها ونخليوها تستقطر مزيان من داك الماء اللي فيها، عاد نضيفوها للحشوه على ما توجد. انا هنايا كما شفتوا راني ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه. ضروري من داك المذاق ديال الحار، ما يكونش حار بزاف ولكن يكون واحد لاغيغو ديال الحروره. صافي غنخلط هاد المكونات كما شفتوا، واخا النار مرتفعه راه طلق ليا الماء. غادي نبقى نحرك حتى تنشف، يعني الحشوه ديالي كيبقى فيها فقط الزيت على هذا الشكل هذا. صافي هنايا في هذه المرحله ومازال انا شاعله النار، غادي نضيف الشعريه اللي قطعتها بالمقص قطع صغيره، يعني ما خليتهاش هكاك طويله. وغادي نبدا نشحر هاد الشعريه واحد شويه، غير الوقت اللي نحس بها نشفات، يعني ما بقاتش نهائيا ميها. غادي نطفي عليها النار وهي مازال سخونه. غنضيف ليها المعدنوس، ضيفوا 2 معالق كبار حتى 3 ديال المعالق على حسب الرغبه. وغادي نضيف الفرماج محكوك. صافي كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم وغادي نذوقوا الملحه وندوقوا الحامض، وبطبيعه الحال كندوقوا كلشي. صافي وضعتها انا بيتها في الثلاجه حتى لا غد ليه. بالنسبه للوز اللي غادي نحتاج في السفاح حتى هو حضرته في الليل. نقيت اللوز ديالي ونشفته مزيان من الماء ودرته في زيت بارده فوق نار اللي تكون مهيله، مع التحريك مره حتى كيشد ليا اللوز اللون ديالو. تقدروا تدهنوه بشويه زيت وتدخلوه للفران الا ما بغيتوش تقليوه. بالنسبه للوز راه تقدروا تحضروه ليله قبل او لا نهار قبل، راه كيبقى مزيان ما كيوقع ليه والو. في الصباح الدجاج ديالي هو هذا اللي مشرملته. انا راه زدت ليه واحد شويه ديال الخرقوم لان جاني اللون ديالو بحال ابيض شويه. ضفت يعني القياس ديال 4 معلقه في كل قياس ديال الدجاجه. هنا غنضيف ليه واحد البصله مشلطه وغنوضعو فوق النار في الاول اللي تكون مرتفعه على ما طلع فيه الغليه، مع واحد الربيطه ديال القزبور والمعدنوس. صافي وغادي نخليه يطيب. من بعد ما يوصل لدرجه الغليان كنحسب ليه ساعه وربع بالتمام والكمام، ما تزيدوش عليها. ساعه حتى لساعه وربع كيكون الدجاج ديالكم واجد. ما غتحتاجوا لا تقبوه لا تقلبوه على الجهه الثانيه لا والو. الا كنتو كتحضروا الدجاجه غديروها على الصدر وغتخليوها على داك الصدر وانتم كتحركوا مره. هاد العمليه درتها تقريبا شي 4 ديال المرات وانا كنحرك بداك العود الخشبي. وغادي ناخذ المريقه وكنبدا نروي داك الدجاج اللي كيكون في الاعلى بداك لاصوص اللي كتغلي اولا اللي كطيب. صافي هنايا من بعد ما داز ساعه وربع بالضبط الدجاج ديالي راه وجد. غادي نحيدو. هاد الانصاف ديال الدجاج غادي يجيو ساهلين بالخصوص بالنسبه للمبتدئات انهم يحضروا الدجاج بالتغميره، وحتى في التقديم ديالو كيجي زوين وراقي في الشكل يعني ديال الضيافه. صافي كنحيد من هنايا الدجاج كامل ومن بعد كنضيف البصله اللي قطعتها. انا درت تقريبا واحد 2 كيلو ونص حتى 3 كيلو ديال البصله. الا كانت عزيزه عليكم التغميره كثروا، ما كانتش عزيزه عليكم غديروا 2 كيلو ديال البصله. صافي كنضيف هاد الكميه ديال البصله للطنجره ديالي وغادي نسد عليها. الا بغيتو كنتو مزروبين وبغيتو تسربيو دغيا الطياب ديالكم غديروها في طنجره الضغط في الكوكوط وغادي تسدوا عليها واحد 4 ساعات على نار اللي تكون مرتفعه، عاد تردوها في الطنجره ديالكم باش تغمروها. هنايا من بعد ما طلعت ليا الغليه في البصله خديت هنايا القناصي وغادي نضيف ليهم حتى القلوبه حتى هما في الاول وغادي نخليهم مع مره غنطلل على الطنجره ديالي ونحركها. فاش توصل لهاد النتيجه هذه يعني راه تشربات داك الماء والبصله ديالي تغير اللون ديالها ونزلات، غنضيف هنايا الكبادي اللي قطعتهم ودرتهم في الماء غليان مع شويه ديال الخل، يعني غير درت عليهم الماء. وكنضيف هنا واحد الكاس ديال الزيت، يعني الدجاج ديالنا كنطيبوه بلا زيت حتى كنبغيو نحضروا التغميره عاد كنضيفوا الزيت. هذه هي الطريقه ديال المناسبات وديال الطباخات. هنا غادي نستمر في التحريك كما كتشوفوا البصيله ديالي راه بدا كيتغير اللون ديالها وقربت تغمر. باش نسرع داك الطريقه انها تغمر وتطلق ليا داك الزيت بسرعه غادي نضيف في هذه المرحله نص كاس ديال الزيت، يعني في المجموع درت كاس ونص ديال الزيت. تقدروا تخلطوا ما بين الزيت النباتيه وزيت الزيتون، انا حضرتها كلها بزيت الزيتون. صافي هنايا غادي نستمر على التحريك. غتلاحظوا ان اللون ديال التغميره ديالنا ولا فحال مايل للحموريه واحد شويه وداك البصله ذهبات يعني ما بقاتش بيضه.
غادي نشارك معكم في الاخير فوقاش غادي نطفيو عليها النار. في هذه المرحله صافي راه بدات الزويته كتغلي مع الجناب وطلقات ليا التغميره مزيان الزيت واللوين. شوفوا لي على اللوين، اما المذاق ما نقول لكم جات بنينه. صافي غادي نطفي عليها النار وغادي نوضعها جانبا وغادي نمر دابا باش نحضر معكم لي سيكار. انا خديت هنايا الورقه ديال الفيلو اولا لاباطا فيلو وغادي قطعتها على شكل طولي. صافي وخديت هنايا الحشوه ديالي، كنوضع شويه ديال الحشوه كنطوي الجوانب وكنبدا نلف على هذا الشكل هذا باش كتعطيني سيكار. كنسدهم بالماء والدقيق اللي خلطتهم مع بعضياتهم باش هكا ما تفتح لياش الورقه فاش نبغي نقليهم. صافي غادي نستمر على هذه العمليه حتى ننتهي من الكميه اللي عندي ديال لي سيكار كامله وغادي نقليهم. هنا وضعتهم في الزيت في البيض، انا خديت البيض اللي خلطته مزيان وكندوز داك لي سيكار ديالي في البيض وكنعاود ندوزهم في لا شابلور. صافي وغادي نوضعهم جانبا. في هذا الاثناء انا كندوز في البيض والشابلور وفي نفس الوقت انا راني دايره الزيت ديالي تسخن باش على ما نوجد واحد الكميه. الزيت هنا راه سخنات، غادي نوضع داك لي سيجار ديالي يتقلاو. صافي وكنقليهم. الا كنتو ما عزيزش عليكم القلي غادي دهنوهم شويه ديال الزيت وغتدخلوهم للفران يتحمروا. كنقلبهم من الجهتين حتى كيتحمروا وكنحيدهم كنوضعهم فوق بابي سيرفييت، يعني داك الورق ديال اللي كينشف ليا الزيت. صافي غادي نستمر حتى ننتهي من الكميه وغادي نمر هنا باش نحضر معكم الصفاء اولا الكسكسو. انا خديت هنايا رابعه زايده شويه على رابعه باش جاني داك العبار ديال داك المول. رابعه ديال الكسكسو تقريبا اللي وضعتها انايا. الطريقه ديالي كنغسل الكسكسو مزيان بالماء كما شفتوا في الصوره. غادي نغسلو وغادي نصفيه من داك الماء اللي فيه، يعني المرحله الاولى، وكندير ليه غير 2 تفويرات ماشي 3، غير 2 راهم كافيين. صافي كنوضع الكسكسو ديالي في القصريه، غنضيف ليه شويه ديال الملح وغادي نضيف شويه ديال الزيت النباتيه تقريبا 1-2 معالق كبار. انا درت هنايا غير بيديا. كنخلط هاد المكونات مع بعضياتهم وغادي نوضع الكسكسو ديالي جانبا على ما يغلى ليا الماء في البرمه. من بعد ما كيوصل ليا الماء لدرجه الغليان كنوضع الكسكسو ديالي كما كتلاحظوا في الكسكاس وغادي نديرو يتفور تقريبا 15 حتى ل 20 دقيقه. يعني من بعد ما يغلي الماء كنخليه 15 حتى ل 20 دقيقه، عاد غادي نحيدو من فوق النار. الكسكسو ديالي من بعد ما تفور ليا التفويره الاولى كنوضعوه في القصريه اولا في الاناء اللي غتحضروا فيه الكسكسو، وكناخذ هنايا الماء من الصنبور يعني غير الماء ديال الروبيني، وكنبدا نسقي به داك الكسكسو هو مازال سخون، يعني ما تخليوش الكسكسو ديالكم يبرد. بالنسبه للكميه ديال الماء انا درت تقريبا 2 كيسان. درت الكاس الاول وزدت نص كاس وضفت عاوتاني كميه اخرى ديال الماء لان بان ليا كسكسو انه مازال ناشف، خصو يجي رطيطب ويجي مسقي مزيان. ما تخافوش من انكم تسقيو الكسكسو ديالكم لانه غادي يرجع يتشرب داك الماء وغادي ينشف. صافي هنا غادي نمروا باش نحضروا المعسلات اللي غنزينوا بهم. انا خديت المشماش وهنا عندي الزبيب اولا العنب المجفف اللي وضعته في الماء نخليه يرطب مزيان. بالنسبه للمشماش درته فوق النار حتى طاب ونقصت ديك الكميه ديال الماء اللي فيه. صافي هنايا غنضيف ليه شويه ديال السكر، هي شويه سكر حبيبات، وضفت شويه ديال القرفه وغادي نعسلو على نار اللي تكون هادئه. كما شفتوا الماء ما بقاش كتير، يعني بغيتو يجيه معسل ما يتحرق لياش. هنا غادي نمروا باش نحضروا التفاح معسل. بالنسبه للتفاح انا خديت تفاح من الحجم المتوسط، يعني ما صغيورش بزاف وما كبيرش. تقدروا ديروا البواغ اولا الاجاز، غير هو التفاح حتى هو جا بنين وجا لذيذ بهذه الطريقه هذه. هنايا كنقشر التفاح ديالي كامل كنخلي ليه داك العويد من الاسفل. انا راه من بعد عاد غادي نرجع نقلبهم. درت هنا شويه ديال الحامض وكاس ونص ديال الماء، وغادي نضيف ليهم شويه ديال القرفه وغير شويه السكر. الا عزيزه عليكم الحلاوه تقدروا ديروا كميه اكثر، ما عزيزاش عليكم غادي ديروا في حالي غير شويه ديال السكر، يعني غير باش نعسلوه. صافي وغادي نوضعوه غنغطيه ونوضعوه فوق النار اللي تكون متوسطه، وغادي نبقى منين نطلع فيه الغليه مره كنسقيه بداك الماء اللي عندي في الاناء اولا في المقله.
صافي كنستمر على هذه الكيفيه حتى كيطيب ليا التفاح. منين كنحيد التفاح كندير واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وكنخلي داك لاصوص حتى تختار ليا وتولي بحال الكراميل. هنا باش تعرفوا التفاح ديالكم طايب غتاخذوا واحد الكوردون وكتدخلوه، الا دخلوا حسيتوا بان التفاح حشيش تحيدوه. في نفس المقله اللي حضرت فيها التفاح مكمول غادي نعسل فيها حتى التفاح اللي غادي نزين به السفه ديالي اولا غنقدمه مع السفه. خديت انا هنا 5 ديال التفاحات اللي قطعتهم على شكل مربعات، ضفت لهم واحد المعلقه ديال السكر حبيبات وشويه ديال القرفه. بالنسبه للسكر انا ما كثرتش، ضيافي ما عزيزاش عليهم نهائيا الحلاوه، داكشي علاش حاولت انني ما نديرش كثره السكر. الا عزيزه عليكم الحلاوه ذوقوا وزيدوا، بالنسبه للسكر راه على حساب الذوق. غتوضعوا التفاح ديالكم على نار اللي تكون مرتفعه في الاول، غير تحسوا به نزل وما طلقش الماء، ما خصوش يطلق الماء كثير. يعني وصل لهذه النتيجه هذه غديروا فيه واحد 2 معالق صغار ديال الزبده اللي تكون من اصل حيواني بطبيعه الحال باش كتعطي البنه. وغادي نبدا نخلط هاد التفاح ديالي مع بعضياتهم. هنا في هذه المرحله غنقص النار، غنردها نار منخفضه جدا، وغادي نغطي على التفاح ديالي حتى يتعسل، يعني حتى يولي اللون ديالو على هذا الشكل، يعني كيشد ليا داك اللون الذهبي وكيولي طايب مزيان معسل. عاد كنطفي عليه النار وكنوضعوه جانبا. بالنسبه للتزيين ديال التفاح هنايا انا خديت هذيك الصلصه اللي قلت لكم اللي زدناها الزبده وكندهن بها التفاح ديالي، وغادي نلفوه في اللوز افيلي اللي عندي محمر. ما بغيتوش تزينوه باللوز افيلي غتخليو داك الكراميل ديالكم ديال التفاح حتى تبغيو تقدموا التفاح وغدهنوه باش كيعطي هذا اللمعان وهذا البغيو وكيعطي حتى داك اللوين حميمر للتفيفيحات ديالنا. جربوا التفاح بهذه الطريقه راكم نهائيا ما غتندموش عليه، لان جا فيه واحد المذاق خطير. غنمروا دابا باش نحضروا العشيشات ديال الكنافه. انا خديت هنا الكنافه اللي كانت جامده، يعني مازال ما رطباش وما مديكونجولياش، مازال جامده واحد شويه، وكنحاول انني نفككها. كنحاولوا اننا نفكوا داك الشعيرات ديال الكنافه. عندي هنايا البوغ نوازيت اولا الزبده نوازيت، كندهن بها داك الكنافه ديالي وكنوضعها في المول ديال المادلين. تقدروا ديروا لي مول ديال المادلين اولا مول ديال الميني كيك اللي متوفر عندكم. المهم هو انكم تحصلوا على عشيشات. كنوضع داك الكنافه ديالي في المول، وكناخذ هنا واحد الكاس كنضغط عليها باش كنثبتها مزيان، كنقاد الجوانب وغندخلها الفرن ساخن على درجه حراره 180 درجه اولا درجه حراره منخفضه. تقدروا تشعلوا عليها من الاعلى ومن الاسفل غير حدايوها باش ما تحرقش، لان انا الاولى تحرقت لي وعاودت الثانيه. هنايا عندنا الزبيب من بعد ما رطاب درتوه في الاسفل ديال الكسكس، وكنوضع عليه الكسكسو باش غادي نفورو التفويره الثانيه والاخيره. صافي كما شفتوا الكسكسو ديالي راه رطيب. غادي نردو عاوتاني واحد 20 دقيقه من بعد ما يكون مغليان في البرمه. الدجاج ديالي كنحيد ليه الكوردون، من الافضل تحيدوه الدجاج مازال سخون، هنا راه جاني صعيب باش نحيدو الدجاج بريد ليا. صافي وغادي ندهنو بالزيت ديال الدغميره. شتي هذيك الزويته اللي كانت عندي في الدغميره خديت منها واحد شويه ودهنت الدجاج ديالي بالبانسو، كيعطي واحد المذاق بنين في هذا الدجاج الا دهنتوه بداك الزويته ديالو اللي طابت فيها البصله. صافي وندخلوا الفرن ساخن من الاعلى ومن الاسفل حتى يتحمر ويشد ليا اللون مزيان. عاد غادي نطفي عليه النار. بالنسبه للصفه هنا غنحضروا باش نسقيو الصفه. درت انا كاس ديال الحليب، غادي ندير معاه 2 معالق كبار ديال البخاليني وغنوضعهم فوق النار. دابا انا درت الحليب مع الكسكسو في نفس الوقت باش يوجدوا ليا قد. صافي هنا كندير واحد النار اللي تكون متوسطه اولا منخفضه، وكنخلي داك الحليب ديالي يغلي حتى كيتغير اللون ديالو كيولي بحال الكريمه كما شفتوا راه عقاد مع داك البخاليني، وكنخليه فوق النار حتى كنحيد الكسكسو فوق النار، يعني حتى كنحيدو من بعد ما كيتفور ليا وهو مازال ساخن. كنديرهم بجوج سخانين، كسكسو سخون خصكم تكونوا سراعين في هذه المرحله. كسكسو مازال سخون كنضيف ليه واحد معلقه الزبده اللي كتكون بدرجه حراره المطبخ، وكنضيف ليه داك الحليب مع البخاليني كيعطي واحد المذاق ما نقول لكمش للصفه. جربوا وردوا عليا. الا كان عزيز عليكم الحلاوه غادي تضيفوا مع الحليب واحد المعلقه ديال السكر. ما عزيزش عليكم الحلاوه راه غير هذا العبار هذا كيعطي مذاق لذيذ للصفه ديالنا وكتجي بنينه في المذاق. صافي هنا كنخلط مزيان وكناخذ المول اللي دهنته بشويه ديال الزيت
تقدروا تستعملوا اي مول او ديروا الحطه اللي بغيتو. هذا اقتراح للطريساج او للتزيين ديال الطبله ديالنا. خديت نصف الكميه ديال الكسكسو والنصف الثاني احتفظت به. اش غندير في الوسط؟ غادي ندير فحال السفاب سوربريز، غتكون مفاجاه لداخل الناس اللي غادي ياكلوا. عاد غادي يكتشفوا انه كاين التفاح وكاين اللوز مهرمش في الوسط، يعني ما غاديش نديرو حتى يخرج مع الجوانب، فقط في الوسط. كنوزع داك القطع التفاح اللي عسلت معاكم، وغادي نضيف هنايا اللوز مهرمش اللي هرمشته في الاشواغ، راه سبق لي وحضرته معكم اللوز اللي قليل صافي. وعاد غادي نضيف الكميه الثانيه ديال الكسكسو اولا ديال السفه. انا خدمت بها مازال سخونه، بغيت داك الطبق يتقدم وهو مازال سخون. كتجي فيه واحد البنه، ديروا فيه الزبده بلديه وديروا الحليب بالبخاليني وردوا عليا الخبر. الا ما كانش عندكم الحليب بالبخاليني غديروا الحليب مع البودره ديال اللوز، حتى هي غتعطي مذاق زوين. غير غادي ديروا البودره ديال اللوز وتزيدوا عليها شويه ديال السكر. كنضغط بيديا مزيان باش تاخذ ليا الفورمه ديال المول، وكنقلبها في الصحن ديال التقديم وزينوها كما بغيتو. انا هنايا درت بداك خليت واحد الحبات ديال اللوز مكمول، درت بهم واحد الوريضه في الوسط، حاولت انني نقدها ودرت في وسط منها واحد الحبه ديال الورد البلدي. وبالنسبه للمشماش درت ليه الانصاف ديال القرقاع او القرقاع الجوز صافي. وغادي نوضعها في هاد الصينيه اللي على شكل بيضاوي اولا اوفال، وكنوضع داك الانصاف ديال الدجاج ديالي. درت 3 من الجهه و3 من الجهه الثانيه. بالنسبه للدجاج من بعد ما تحمر راه رجعت دهنته بداك الزيت ديال التغميره. شوفوا لي على الوين فيه، شوفوا لي على تحميره. اما المذاق ما نقول لكم جا اكثر من رائع. وبالنسبه للبريزونطاسيون ديروا اللي بغيتو. انا هنايا درت البريوات اولا لي سيجار درتهم لتحت من تحت الرجلين ديال الدجاج، والتغميره مع الجوانب في الزليفات، وزينت في الاخير بهذا التفاح معسل. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. هذه الصفه بغيتكم تجربوها وتردوا عليا وتخليوا لي التعاليق ديالكم الزوينه. ما تنساوش هذه التغميره ديالنا جات تماما فحال ديال المناسبات. وبالنسبه داك العشيشات ديال الكنافه درت فيهم البيض ديال السمان مع واحد الورده بلديه. وبصحتكم وراحتكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو كما ديما ما تنساوش تضغطوا على زر اعجاب وتخليوا لي التعاليق ديالكم الزوينه. واللي كيزور القناه اول مره ديروا دويره في القناه، راه كاين العديد من الوصفات السهله والناجحه. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش تضغطوا على زر ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات. شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع، ودمتم في رعايه الله وحفظه.